بعض الناس يسألوني ساعات يقول لك بربي امرأة ضربها راجلها وعطيها 20,000 طريحة ويضرب معها صغارها وعنده 3 أشهر هارب من الدار وتجيك البرنامج عندي ما نقول لك يا اخي علاش ناوي؟ شو نقول انا؟ نقول والله سؤال معقول هذايا، هي بالحق نقول انا في قلبي نقول هي علاش يجيوا لهنا؟ ماني سألته انا السؤال هذايا 10,000 مرة، وفي عملية الاختبار نقعد ساعات نتبع مع فريق الاعداد، نبداو قاعدين ونشوفوا في الناس يجيونا ويحكيوا في مشاكلهم ونسالوهم نقولوا لهم يا اخي كي تجيو لليميسيون باش تتحل مشكلتكم فيهم اللي يقول ايه وفيهم اللي يقول لا وفيهم اللي يقول والله ممكن تتحل، نسالوهم ونقولوا لهم يا اخي علاش مشاكلكم هذوما ما حليتوهمش في الديار؟ يقول لك رانا في الديار ما يسمعنا حد، راهو تعبنا راهو فدينا راهو ما لقيناش حل. ما نحكي لكمش على بعض الحكايات الحميميه، راهي ناس تجي تحكيها راهو والله ما نقبلوش نعديهم في عندي ما نقول لك، لو كان نعديهم فريمون تنفوتوا التلفزه الامريكيه في تلفزيون الواقع، والله ما تتخيلوش حاجات بالله العظيم قسما بالله حاجات لا تخطر على بال انسان. دونك الناس اللي تجي لهنا راهي عارفه علاش جاي. واحده من الناس هذوما اسمها مسعوده، عندها مشكله مع راجلها يعطي فيها في الطرايح كل يوم وهرب عليها عنده 3 أشهر، تحبوا تجيبوا في عندي ما نقول لك، قلت لها الله يبارك لله والله ما نجيبوا لهنا في برنامج عندي ما نقول لك، نستقبلوا مع بعضنا مسعوده. هاي يا مسعوده، جري يا مسعوده، جري يا مسعوده جري، سايس روح. اهلا وسهلا. مرحبا بك. مع السلامه لله. تفضل. مرحبا بك. تفضل مسعود. اهلا بك يا مسعود. زيد هكا شويه، زيد شويه. مرحبا بك لله. قداش عمرك؟ 30. منين جيت؟ من سوسه. من سوسه. هات نتعرفوا على حكايتك اكثر مباشره في هذا التقرير. طب الحياة الزوجية أحلو ومر حتى يتعدى العمر. هذه حكاية مسعودة اللي بعد ما تخلى رجلها للحبس بسبب شيكات ووقفت معاه وضحات على خاطر أولادها، وبعد ما خرج رجلها من الحبس تبدل معاها ولا ديما يشرب ويضرب فيها ويخون فيها. حست مسعودة بالوجيعة وبأنه السيد اللي ضحات معاه وصبرت عليه في محنته اتخلى عليها في ليلة ونهار. والليلة جات مسعودة لعندي ما نقولك مستدعية رجلها سي كمال تحبه يرجع لداره ولصغاره وما عادش يخونها ويضربها. ايوه مسعود، وين تعرفت عليه؟ تعرفت عليه يعني معرفة عربي معناها. شو عربي؟ فما سوري وفما عربي؟ ايه معناها معرفة، مش تعرفت عليه انا، يجيني ديريكت لدارنا، خطبني من دارنا. ايه ريتو قبل انت؟ عمري ما ريتو، ديريكت جي لبابا. ايه ديريكت جي لبابا قال له اعطيني بنتك، يعني بابا اعطاني ليه، فهمت؟ يعرفوا اصله فصله. ايه سأل عليه سأل عليه. صافا ينجم يكون الراجل اللي يتمناه بو لبنته. ايه سأل عليه وبوه باهي وامه باهيه وكل. وانت شفته؟ انا جاني للدار معناها. يعجبك؟ معناها صغيرة عمري 19 عام، ما نعرفش. ولا؟ ما نعرفش. ما شو ما تعرفش؟ خذيته وحبيته ولا؟ اي من بعد العرس حبيته. قبل العرس ما تعرفش؟ لا ما نعرفوش، ما حتى عمري ما خرجت معاه معناها. طبيعته باهية؟ باهي مش خايب معناها، فهمت كل مرة كيفاش. ريت المشكلة هذه، راجل مش خايب، راهو الراجل ولا المرأة له بك حليب وله دلاعة وله كردونة، شنو مش خايب؟ اي والله تيب هو راجل تيب مرأة هاي كبنت عائلة، هذه المصيبة. كي تقول لي الكلام هذا تجيني في عندي ما نقول لك. هذوما جماعة عندي ما نقول لك، هما اللي ياخذوا راجل والا مرأة يطنبش في وحدة لا حبها لا حبته يجيو لعندي ما نقول لك. يضربها تضربه يجيو لعندي ما نقول لك. ما ينجمش يحكي مع مرته يجيو لعندي ما نقول لك. والله يا سي علاء تعبت. يعني ما وصلت جيت لهناك انا تعبت راني سيء. خذيته؟ خذيت عرست جبت ولدي الكبير. هاي بعد كي هزني جرزيس، قعدت في جرزيس 5 سنين. يخدم غادي هو؟ يخدم غادي، يخدم عامل يومي معناها، يخدم مرة بني مرة خدام مرة. صافا ال5 سنين الاولانيين؟ ال5 سنين الاولانيين باهي معناها، وبعد التالي طب الحبس، هو طب في الشيكات وطب الحبس. عمل شيكات علاش؟ شيكات عمل مشروع هو صاحبه ما نجحش فيه، طب الشيكات. قداش شد حبس؟ 5 سنين حبس. 5 سنين. وانت وقتها قعدت على ذمته؟ ايه بالطبيعة. جبت بنتي صابرين قبل ما يطب الحبس، وبعد كي خلالي ولدي صغير عمره 6 شهور. 2007 دخل الحبس، تسيب بعد الثورة معناها. تسيب بعد الثورة. بعد الثورة. عدى ال5 سنين. عدى 5 سنين. كي خرج من الحبس؟ وقفت معاه. يعني تعبت يا علاء، ما سبلتش فيه لا هو لا ولادي. اي باهي.
وقفت بعد قلت توي تبدل، خلينا نصبر يعني ساعة هو خرج لك من الحبس كيما العادة ولا مش كيما العادة؟ مش كالعادة. كيف؟ أكثر، زاد أكثر. زاد شنو؟ زاد أكثر. زاد شنو؟ زاد العنف. شنو العنف؟ هو كان يضربك قبل؟ يضرب. علاش؟ يضرب. والله ما نعرف عليه ساعات. هكا يقعد قاطف يضربك؟ يضرب حتى على أقل حاجة، على أقل حاجة يعني مش. وبعد ما خرج من الحبس زاد؟ بعد ما خرج من الحبس زاد ما نعرفش تبدل حتى مع اولاده يعني ما عندهمش عليه ما عندهمش حنين بالكل من شيرتهم من شيرتي انا وكل كي معناها. ساعات نقول له ايش بيك؟ قول لي ايش بيك معناها نوسع بالي. انا كنت نخدم وكل ما نعولش عليه نصرف على اولادي ونجيب لاولادي وبعد التالي هو ما عادش ملوج علينا جمله. اي بعد ما خرج من الحبس شنو اللي بدلو؟ يضرب. الحبس بدلو؟ اي يا مدام ما فماش راجل يضرب مراه هكاك. سامحني شنو اللي صار باش ضربك؟ الحبس بدلوا. انا مثلا توكي معناها يخبي علي برشا حاجات. شنو يخبي علي؟ يخبي علي مثلا هاكا مشى لك البقعه مثلا يخبي عليا معناها يهز فلوس يخبي عليا يعني اني مش معتبرني جمله في الدار مش معتبرني. هذوما خلافات عاديه سامحني مدام. مش عادي هذا. يضرب ولادي. علاش يضرب يا مدام؟ يضرب ولادي وعلى القليل حتى شنو نقول له مشي يقري ولادك معناها راجع لهم دروسهم شويه معناها تلهب بولادك شويه يروح ديريكت يا يتفرج على التلفزه يا يرقد ما يستعرفش شنو ناقص ولا تعشوا ولا بيتو بلاش. رجع يخدم بعد ما خرج من الحبس؟ رجع يخدم امي يخالط خالط شكون؟ يخلط في الصحاب وفي يعني في اللي يعرفهم في الحبس الكل هذوك هو اللي يخلط فيهم ما يعرفش انسان باهي هكا نظيف. خلط كان في مش باين. عنده خلطه نتاع نساء ولا؟ والله الله اعلم. لا انت تعرف ولا؟ يعني ما لاحظتش عليه اما 100%. ايه 100%. متاكده؟ ايه. كيفاش عرفت؟ نعرف. لا قولي. خاطر كي يجي سكران يعني يبدي يقول في كلام خايب يقول في كلام خايب. لا مش كل واحد يخلط نساء يقول كلام ما نجمش لا ماكش فهمتني انت ماكش فاهمني. انت قلت لي انا متاكده اللي هو يخلط في نساء. اي قلت لي يجي سكران يبدا يقول في كلام خايب. ما فهمتيش الجمله. كلام خايب يسب في نساء ويعيط باسامي نساء وكل. شنو يعيط باسامي نساء؟ يغلط في اسمك؟ في هذا يقول لك مسعود ايش يقول لك؟ يقول مثلا يا صفاء يا حاجه كيما يا سعاد اسامي يا اسامي. بالعاني عملها ولا هو هذوما انت قلت معناتها خانك شاكه؟ كيفاش شاك؟ هذاك اللي جبني لهنا. كيفاش شاك؟ ماني انا فاهمك. شاك فيه على خاطر فلوسه. وين فلوسه؟ وين؟ الفلوس باهي يشرب هاكا يشرب باهي. يشرب برشا؟ يشرب كل يوم؟ مش كل يوم من جمعه للجمعه 3 شهور الكلام مش خالص. الراجل صبر عليه كل شهر يقول انا كنت نخدم تو انا يعني ظروفه تسمح له باش يصرف وباش يصرف على داره والا لا؟ هو يخدم. يعني لو ما يمشيش فلوسه في الشراب وفي حاجات اخرى ينجم يعيش عائلته بالكدا. هذا هو القصد هكا ولا؟ هذا هو. ورغم هذايا ماهوش قاعد يصرف وماهوش قاعد لا مش متحمل مسؤوليه. تو مشكله كيما هكا ما نجمش تحلها بينك وبين راجلك. ما حبش يفهمني يا سي علاء. كيفاش؟ ما حبش يفهمني حتى باش نجي مثلا باش نكلمه ولا حاجه يشري مشكله يضربني ما يسمعنيش يخرج من الدار 3 شهور مش في الدار هو وزاد 3 شهور وين مشى؟ الله اعلم. انا نحب نعرف انا راجلي وين. ما كلمكش بالكل؟ ما يكلمنيش يكلم بنتي صابرين ساعات يكلم بنتي. فما حاجه مسعوده فما حاجه. والله سي علاء كي يجي هو اسهل وكي يجي هو اسهل. لا انا ما عندي حتى شيء معاه. مسعوده خليني نكلم. يعني والله ما عندي شيء معاه. مسعوده راهي ولات عندي خبره انا في نعرف كي تبدا امراه تجي تحكي لي ولا راجل يجي يحكي لي اوب نبدا شاربها الحكايه ونعرف. صحيح انا صحيح نعارك. قول لي انت. انا نعاركو سي علاء على خاطر تعارك فيها على شنو؟ على خاطر الشرب على خاطر الفساد وعلى خاطر بيتنا والبرا. تو بربي اي امراه تحب رجلها يتلاهى بها ويتلاهى بصغاره وكل. هو لا هو ما عندوش مسؤوليه من ناحيه المسؤوليه. بدلوا الحبس. ياسر بدلوا. لكن انت لازمك زاده تفهموا بعد ما خرج من الحبس. اسمعني بعد ما عاش تجربه السجن ماك تعرف السجين كي باش يخرج للحياه العامه ولا للمجتمع باش يعيش في المجتمع مش بالسهل. راهو باش يعاود يتاقلم من الاول وجديد لانه 5 سنوات معزول على العالم الخارجي باش يعاود يندمج في المجتمع والا يعيش في المجتمع حتى مع اقرب الناس ليه راهو حتى مع اولاده ومع مرته. مش عمليه سهله. سي علاء انت راعيت الجانب هذا؟ لا راعيت سي علاء عطيته برشا فرص ودابك اخرج قلت له اجي نقول لك يا ولد الناس انا صبرت عليك وكان انت باش تشد طريق الشراب
يعني أنا وولادي اختارنا. لو كان نختصروا هات نختار. اختارنا. مشكلتك مع راجلك شنية؟ يشرب يضرب وما يلوش علينا، مش يعني من ناحية مسؤولية جملة. وحكاية الخيانة مش متحمل مسؤولية. لا وحكاية الخيانة لا يخون فيك. أكيد الراجل يوصل 3 شهور يبات برا وين؟ ما جاوبكش على السؤال هذا؟ لا ما جاوبنيش. لو كان جا لي لا اش باش تقول له يا مسعود؟ شو نقول له يا كمال انت وينك تو 3 شهور ما سالش علينا، كرانا مش خالده وانا مش خالص، انا حبله 6 شهور عندي تو حبله مره اخرى حبله ما في بالوش في باله 3 صغار في باله و3 صغار، انا تعبت وحدي مانيش نخدم غاده في الدار انا. انت حاجتك براجلك ولا؟ اي اكيد حاجتي براجلي، انا حاجتي باش يتصلح ويرجع للدار ويرزق صغاره وكاو. واضح على كل. ان شاء الله نتمكن ليله من انه راجلك اسمه كمال يكون موجود ليله بحثنا في برنامج عندي ما نقول لك. مسعودة جايه البرنامج عندي ما نقول لك، راجلها بعيد عليها عنده 3 اشهر، شاكه انه يخون فيها، يشرب برشا، يضرب. اذا كان راجل بالمواصفات هذوما بصراحة صفة الرجولية قد تنتفي عليه لزوز أسباب بساط، لأنه الرجولية لا هي بالشرب لا هي بالضرب ولا هي بالخيانة أنك تخون مرتك. الرجولية هو أنك تقيم بعائلتك، أنك تصرف على صغارك، وأنك تحاول قدر الإمكان أنك توفق في أنك تعمل عائلة متوازنة وقادر على أنك معناتها تحسن ظروف عيش عائلتك وتعيش مستمر مع عائلتك وتحاول قدر الامكان. احنا ما قلناش راهو لازم تكون لابس عليك وعندك الملايين باش تعيش، راهو باللي كتب من ربي تنجم تعمل اسره متوازنه. اللحظات الحاسمه في الاستوديو الفرعي الثاني. مساء الخير. مساء الخير. اشكون بحذاك سيدي؟ بحذايا سي كمال، جانا من سوسه. مرحبا بك سي كمال. اخويا عايشك. سي كمال ثم شكون جاك عندهم يقول لك مرحبا. تفضل شوفوا معايا شكون. مرحبا اخويا تفضل. عسلامة كمال، تفضل ولي. الله فيك. مرحبا بك سي كمال. قداش عمرك خويا؟ عمري 39 عام. 39 عام. منين جيتنا؟ جيت من سوسه. من سوسه. مرحبا بك. عندكش فكره شكون ينجم يكون استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك؟ لا. حتى فكره؟ عندي فكره ما صعيب ياسر نقول. صعيب شويه. صعيب طريف. تعمل باهي ولا خايب؟ والله عامل الاكثريه الباهي. معرس مطلق معرس. عندي 3 صغار. عندك 3 صغيرات، ربي يفضلهم. اشكرك الله فيك. شوف معي شكون يستدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك. هذه مرتي جوزتي. مرتي. توقعتها هي ولا مش هي؟ توقعتها وما توقعتهاش هي. زعما علاش؟ والله يعني عندي 4 شهور 3 شهور غايب على الدار، وقعت مناوشات بيني وبين مرتي. اللي عنده مناوشات بينه وبين مرته يخرج؟ والله سوء تفاهم. هذه هي الحكايه. هذه الحكايه. تشرب انت؟ ساعات مش ديما. تعطيها طرايح انت؟ ساعات تواتي فيها. ساعات. ما تصرفش على دارك؟ لا ساعات. نصرف. لا نصرف. ثم واحد ما يصرفش على داره. خنتها مرتك؟ لا ما عمري ما خنتها. مسعودة. نعم. هذا يا راجلك، ايش عندك باش تقول له؟ كمال. انا بس ضريتك باش تضرني انا وولادي. وانا باش ضريتك؟ ها؟ باش ضريتك؟ ضريتني. باش ساعتين باش ضريتك؟ ضريتنا كمال تو 3 شهور وانت بعيد على صغارك، لا تصرف عليهم، لا تقول اولادي متعشين، تقول اولادي بيتين بلاش، تعنفني تضربني. يعني ما خليت ما عملت معاك باهي يا كمال، يعني ما عمري ضريتك. وانا باش ضريتك؟ وانت تعرف. ها؟ تشدهم تضربهم بالسبتة، تضربهم باللي يجي قدامك تضربهم. شنو عملوا لك هم؟ شنو ذنبهم؟ كان انت تجي من الشارع بابا ما تغشش علينا، تحط الغش فينا احنا، شنو عملنا احنا؟ يعني ما صرفش على داري؟ ما تصرفش. كيفاش ما صرفش؟ ما باش عايشه انت؟ نعم باش عايشه؟ اني نخدم. ها؟ اني كي كنت وانا بطال مش نخدم؟ انت تخدم ما تصرفش علينا.
بلا شكون نصرف فيها؟ عندي مرة أخرى مع راس بها نصرف الله عليها. اعلم بك على شكون تصرف فيها، عاد سير روحك. انا نكذب انت عندك عليك؟ شكوك على انه يصرف على امراه نكذب اخرى؟ عليك؟ يا مسعوده، نعم. انت عندك شكوك انه يصرف على امراه اخرى؟ اكيد سي علاء. ها؟ أكيد. سي علاء تو أنت المرأة ذي اكيد ركبها سي الشك، علاء. تعرف ركبها الشك ونقنقة ياسر. نسيك لك هيك. يا ودي تخرنيه فوق القيمة، راهم تخرنيه ما تصور أنت يا في مخ. ولدي. أنت هذه يا ريتها تركب لك السكر من غير ما تشعر، في 24 ساعة تركب لك 4 جرادات سكر. كيفاش ترى؟ في علاش برشا نقنق عليك دريتها ابسط الحوايج، هي ابسط الحاجات تشري لك خبي مشكل. كيفاش؟ اي مشكله تشريها، شبيكه روح تو. بنتي انا نخدم في المرمى، انا حدثك حاجه، انا نخدم عامل يومي في المرمى، ساعات نروح الخمسه، ساعات نروح ما ساعتين، ساعات نروح الاربعه، ساعات نروح العصر نتاع الليل، تواتي الضله مش تصب نروح الخمسه نتاع. شنو الضلات يتصبوا كم في الليل حتى انت؟ ثم ضلات تصب بالليل. فك علينا من الضلات اللي تصبوا بالليل يا ولدي، صلي لا على تروح النبي. العصر نتاع الليل. راهو فما ضاله من ضاله. دلات هذه نخدم انا دلات دله بالبيتون، لا. دلات لا نحكي معك بالبيتون زاده؟ ايه في الليل؟ في الليل تصب في الليل، ما عمرك ما ريت دله يصبوا فيها في الليل. انت كثرت ضلاتك اللي لا بالليل. ما كثرش حتى دلاتي. الاربع شهور هذوما وين؟ ال4 شهور هذوما ما نخدم انا. ضلات زاده في الليل؟ لا ما نخدمش في الليل، انا نخدم نسكن في شنطه نخدم فيه نسكن يا فيه. روحت لدارك. خاطر تنقنقها ياسر هذه. يا قمدينا يا مسعود. والله يا سي علاء نقنق في المصلحه، يعني كري حاجه معوجه وكري. انا عندي 100 متر تراب، اما خير نمشي نبني برارك ونسكن فيهم ولا نمشي نكري يعني نقعد انا نجري على الكرام ما مصور حتى شيء، انا الكرام ما ضوء من الماء والكرام ما يخرج حتى شيء. انا نوصل حتى في كروش نجوع من ايجي نخرجوا مش نكروا بيه، نشرب بيه سيمان، نشرب بيه قريفيه، نشرب بيه ياجور، نشرب بيه حاجه. هي قالت لك لا؟ قالت لك لا اخوي، انا اللي كان في الكرام. ما قلتلوش ليه يا سي علاء؟ يا بنتي انت تحبي تعيشي في دار في الكرا سي علاء في الكرا. يعني ما قلتلوش ليه ما نسكنش، لكن كيفاش باش نسكن بالزنك بالياجور احمر بصغاري، كيفاش شنو نعمل لهم انا؟ والدنيا سخانه والدنيا سيف، شنو نعمل لهم؟ او ما نقدرش انا. هي اني شنو ذنبي؟ هي انا ما نقدرش. هي اني شنو ذنبي انا وصغاري؟ يا مدام اخي انت خذيتوا مهندس اشغال عامه. سي علاء ما شفتش عليه خذيتوا دكتوراه دوله في البيولوجيا الرجل. يعني ما قلتش الراجل يخدم في المرمى هذيك ربي يصور في 15 دينار في النهار. انت علاش كي تعرسوا تتبدلوا؟ توليوا الراجل اللي خذيتوه تو خذيتوا مرمش وما فيهاش عيب. يا ودي تحبوا يولي دكتور. يا سي علاء انا نهار يا سي علاء نفهمك حاجه. كل قدير وقدر. انا نهار مشيت نخدم فيها قلت لها بنت اسمها بنت الناس، لاني ولاني ولا عندي تراكسات، انا عندي كان صحه الابدان. انا انسان راني نخدم نهار نخدم و10 نخدم، كان قادر بنت عمي باش نتفاهموا على الحلو وعلى المره، اهلا وسهلا. قلت لي تلقى الخير. قالت لك ايه؟ قالت لي يا اخوي نسكن معك قالت لي نسكن معك حتى تحت قنطره نتاع كياس. قلت له هذا ولا كي انت كي توا قول له انا نخدم ولا لا؟ قول له انا نخدم ولا بطاله؟ يا مسعوده نعم. قلت هذا انت ولا؟ قلت له. وش بك تراجعت فيه؟ ليه ما تراجعتش سي عليك؟ يا بنتي انت ما خذتيني على الحلو وعلى المر. بعد ما وحلتني باربع صغار ولا صغار كيفاش نسكن في برارك ويجور احمر والدنيا صيف ولادي حتى الميله ثاله ميله ضوء. اخي الصغار مش هي بركه تجيب فيهم يا ودي ثم يا سي علاء يرحم والديك يرحم اميتك افهمني تو ما ثماش تنظيم عائلي في البلاد. اسمع اخي المراه تعمل التنظيم العائلي؟ ملاني باش نعمل تنظيم عائلي بالله ولا هكا توا المراه تعرف صغار تجيب فيهم وحده. يا ودي المراه تعرف روحها اخويا زوز من زويز يا ربي يفرضك كان انت يا ودي صغار مش تجيب فيهم هي يا ودي انا نعرف حساباتي نعرف نستعمل دواء نعمل كذا خليني نحكي خلينا نحكي احكي باهي الصغيره ذي كيفاش قصته الصغيره ذي؟ والله ما نعرف عليك انت كيفاش قصته. ما قلتليش جيبي لاختي صغير واختي تحب صغير وهي تحب تجيب صغير بعد ما حبلت قالت لي راجلي ما حبش. هذا صحيح ولا مش صحيح؟ ايه صحيح. ها؟ ايه شنو ذنبي؟ ايه يعني شنو ذنبي زيد؟ انا كي انت ضغط علي انت وقتك جيبي لي ما تعرفيش جيبي لي انت شنو ذنبي؟ يا ودي انا ضغط عليها. انت علي مشيت باش نهبط وما بيش لي الطبيب. اسمعيني كلم فيك. انت توش تحب من الاخر. ها؟ من الاخر نحبك تصرف على اولادك ونحبك ترجع للدار وتتصلح. وتبعدك من الخلطه. انا تو معناها نخدم في الصبله ونضرب في المرمى ومش ما تصلح مزيد تصلحيني اكثر من اللي داير فيه. هي مزيد تصلحيني اكثر من اللي انا فيه. دبر راسك انت حر. شنو كيفاش دبر راسي؟ كيفاش دبر راسي؟ فاهميني فعلا كيفاش دبر راسي؟ 5 مرات نعمل بيه قضيه في المحكمه وما نمشيش نحضر 5 مرات. والله عيب عليك والله تتراجع عيب عليك. والله عيب عليك اكبر مشكله عملتها. انا نقول لك يا ربي يهديك
فهمتني. والموضوع هذا عنده جي 54 سنين يتكرر، وقابلت اني وبيك وامك واختك بابا ديما جاي معاك، هذاك علاش انت خرجت عليه. بابا وامي ديما جاي معاك. انت بنت عمي ما نعرفش في ركبه راسك، الركبه نتاع راسك مش وصلك. انا تعبت في زرتك انا تعبت ولا انت اللي شكون اللي تعب؟ شكون؟ ما نديرش عليك انت كيفاش مش تعملي فيها. شكون اللي تعب؟ تعبت انا ما تعبتش. انت تعبت؟ انا شوف يدي ها يدي ها ايش نعمل لك انا؟ حطيت نتاع الطباب اللي ما تجيش. انا راني نخدم، حتى انا كنت نخدم في ديسمبر في الروتين. هي شنو نعمل لك انا؟ توكي انا مريضه ما نجمش نخدم. يا ربي يا بنتي استحمدي ربي. ما تخدمش انت على صغارك يا بنت عمي، ناكلوا حتى خبز وماء. انت خليتني باش ناكلوا خبز والماء. انت نمشي نجيب تاع الناس انت خليتنا. انت ما خليتنيش انت تمشي فيها الفلوس هكاكا. ريتك سوسر في الزرسه كيك أنا مبلع بدون يجي 700,000 مبلعها كل يوم. على خاطر شكون الفلوس باهي؟ على خاطر ياني وولادي. بنتي ما عندكم الاخر عندي شك يا بنتي. اكيد عندك اكيد عندك. يا قطع لها الشك يا راجل. يا ودك على الشك يا سي علاء. شربك بيت في الدار. عنده سي علاء. انا قلت لها بيت في مرمى سي علاء. نهزك انا والبيت في مرمى نهزك تو شوف حالتك كيفاش بيت. باش تهزني ليا مرمى مش مبنيه وتقول لي انا بيت لهنا. يا ودي نهزك بشهود وبين المقال نخدم معه وابدا نخدم معه. ايش بيك ما قلتش لمرتك اللي عندك؟ ما نقولهاش انا ما نقولهاش. امراه سيدي هذه الو وين الو يا ودي كلهم هكاك. واحد ذبع نسي كلها كيك. حتى ساعه نبدا نخدم انا مع عباد مع اصحابي تكتب تليفونات. هذه شكون هذه مرتك ولا واحد حاجه؟ كلمتينا خواتي ما نحملهمش. كل درجين اسمي طيارشي نمشي طيارشي راني عامل يومي. نعرف يا ودي كلهم هكاك. نعرف فما ناس يخدموا حتى يلقطوا في الخبز اليابس والبلاستيك وما عايشين صغار. لقينا الخبز يابس ولا لقينا شيء. يعني لا شرط عليك لا حتى شيء. انت ماكش قايمه بواجبك. كيفاش مش قايمه بواجبك؟ بنتي سالي انا محمد عشاود كيفاش مش قايمه بواجبك يا سيدي؟ لا ماكش متحمل المسؤوليه. كمان من كنت قبل خير من وقت اللي خرجت من الحبس. خليوني باهي لحظه مسعود راك تقنقن شويه تشد في الكلام جمله تضرب دقيقتين ما تسكتش. لحظه برك انا بديت نفهم في مشكلتك. التقنقين هذا عند النساء الكل هكاك. اسي علاء استنى عاد بار نسمع فيك. ايه مشكلتكم؟ مش مشكله فلوس ولا مشكله خدمه، فما مشاكل اكبر. انت انسان تضرب ولا ما تضربش؟ نضرب اخوي. شو تضرب؟ اخوي العزيز تحمل هي تضربك؟ افهمني افهمني تشد الدق في طريحه. هذه تبدا تخربش فيك. لما تبدا تقنقن هي نجبد الباب نقول لها مش القهوه نبدل ساعه بساعه اخرى. ماشي لا مش ماشي القهوه عندك شكون ماشي يا بنتي بري تقي مولك صلى على محمد. لا عندك شكون ماشي. وين ماشي؟ اي قمت تضربها؟ سي علاء عيني اليمين ما نجمش جمعتين نخزر بيهم. اي مش معقول زاد انت يا كمال. شو تضرب في الوجه زاد وتزرق الوجه؟ مش معقول. واللي تلقاه قدامك تضرب به مش معقول. صحيح يديك يابسه نتاع مرمى فاهمين الضربه بحسابها يا خاي، اما مش ديما. شو تشد تزرقها المراه تشكي بيك راك تدخل للحبس ويزينا من تعمير الطاسه. انت كل مره يا ودي انا طاسه دي بربي امك ايش تقول لك؟ امك ايش تحكي لك؟ امك تكلمها في التليفون ايش تقول لك؟ تقول لك ما نسامحكش كان توصل بنت الناس. تقول لي تقول لي مال علاش؟ اني خايبه كان جيت خايبه انا قلت لك ليها. انت كثرتي ياسر انا ما كثرتش ياسر. انا ما عمري متهنيه وانت ماشي معايا مريقل. انا هكاك نقنق عليك هكاك عليه ربي حرام عليك راهو تعمل فيه حرام عليك. اخزر محمد علي اخزر صابرين. لحظه مسعود وعلاش كي تشرب تجبد لها سامي نساء؟ اين جبت لها سامي نساء؟ والله العظيم كيفاش مسعود؟ والله يا سي علاء كيفاش؟ جاني ما نروحش منها. كيفاش؟ يبدا يجبد في سامي ما يجوش على البال. ومحمد علي ولدي وقت اللي هزيته للبحر وقت اللي طهرناه قال لي يا ماما خليني على البحر وجات امراه جابوا القلوب يقشروا في القلوب مع بعضهم في وسط البحر. يجلهوني بابا يجلهوني هو صغير. انيش حاضره انا جاوب انت تو محمد علي. محمد علي باهي اسم مش قلتي له المراه اللي تقشر معاها باهي محمد علي يا ولدي عليك يا كمان خاف منك. لحظه مدام شكون المراه؟ ما ثماش حتى امراه. خلينا نسالك وانت جاوب. تفضل اخويا. شكون المراه اللي تنقز معاها في القلوب في بو جعفر؟ سيدي المراه هذه اللي تحكي لك عليها ما ثماش باتات. والله ما ثماش. ما يكذبش ولدي. قلت لك والله لا ثماش. ولدك يتبلى عليه؟ يا ولدي عمره 4 سنين يفهم هذا. 4 سنين يفهم. لا 5 سنين يفهم كل شيء. اللي يشوفوا يفهم كل شيء.
الصغير بالعكس اللي راه يعاود والله ربي يهديك. ما يكذبش. انا نقول لك يا ربي يهديك. وبعد التالي قال لي يا ماما نفضلك عليك على خاطر هو خاف منك لا تضربه. من غير ما كمال، من غير ما نكذبوا على بعض. هكا اللي يخون صاحبه وربي يخونه. هكا انت ما يعني نحب نعرف مصيري معاك وين، يعني هكا اني وصغاري مصيري معاك وين. هكا مصيرك معروف. شنو مصيرك؟ ما تعرفيش مصيرك انت؟ شنو هو مصير؟ مصيرها معروف. مصيرها تتهنى تركح يلزم تنقليه قال قلت اهلا وسهلا. كان مش تبدا راكبه راسها تبدا تفرض في وجودها وتبدا تحب تمشيني كالروبو. انا بالله ما موجودة كي تقوم انت بواجبك وتقوم بواجباتك تجاه مرتك وتجاه صغارك تو ثم واجبات حنينه معاهم ودافي معاهم، دافي معاهم وحنينه معاهم والناس الكل تعرف. ثم واجبات من واجبات، ثم حوايج نقدر عليها اهلا وسهلا، حاجه ما نقدرش عليها. ودي شنو اللي شرطت عليك انا؟ شنو اللي شرطت عليك؟ شرطت عليك حتى شيء، قالت ما شرطت عليك حتى شيء. وما عادش تشرب. يا ودي ما عادش تشرب. انا عندي كل يجي قريب العام ما ضربش حتى قطره في اصحابك اللي تتبع فيهم ما مش باهين، ما همش باهين اصحاب اللي تتبع فيهم كمان. انا اصحابي قلت لي لا فانا عرفتهم، انت عرفتهم في الحبس كلهم تاع حبوسات. وانا عرفتهم انت صحابك كل مره وانت جايب لي صاحب، يعني مانيش في الدار جايب لي صاحبه وجايبه يشرب في الدار. ما هو لاباس. ودخلوا على اولاده. وقتاش هذا جبت صاحبي وشرب في الدار؟ وقتاش اسهل روحك وقتاش؟ في الصيف وقتاش؟ معقوله هذه؟ لا مش معقول. يقول روحك. والله سي علاء ولادي يعاودوا لي. تتصور ولادي ولاو مرعوبين نهار اللي يجي الشارب يهربوا لدارنا يمشوا لدار جدهم. ما عادش يحبوا يروحوا، يقولوا لي يا ماما طلقوا يا ماما طلقوا، ما عادش حاجتنا بيه. كيفاش تستني؟ علاش جيتهم؟ علاش انت حطمتهم؟ علاش ولادي حتى في القرايه ما عادش قارين؟ لا ما حطمتهمش. علاش ولادي ما عادش قارين؟ ما حطمتهمش. ما حطمت شيء. حطمتهم انت، جيتهم مع الامتحانات وخليتهم. جابوا 8 معدل، صابرين جابت 8 اللي تجيب في 16 وفي 17 معدل. احمد جاب 6 معدل يا كمال، مناش خاطر المشاكل. يمشي يقول لي ماما نفكر فيك انت، انا لا بابا يضربك لا بابا. سي علاء قداش من مره نفكر باش ننتحر انا. لا لطف عليك، مش لازم الانتحار. لا مش لازم هذا. هي تو شنو تو؟ والله ما نعرف عليها شنو الحل. شو الحل؟ عندك مشاكل اخرى مع مرتك؟ ما عنديش حتى مشاكل يعني. قل له انا خايبه ولا باهيه، قل له. يا بنتي قول له كان عندك حاجه قولها. انا قلت لكش في كلمه خايبه. ليه قول كان عندك حاجه خايبه قول. حاجتك بمرتك وصغارك ولا؟ والله حاجه مرتي صغيري تبدا هي ظهر فيك تفدد فيها. لا مش نفدد فيها سهله، انا ما عمري ما نفدد فيها. مش تنفع ليش نفدد فيها؟ هي تفدد في روحها بروحها. هي ذي تفدد في روحها حاجتك بمرتك هذه يركبها الهلواس. هذه يركبها الهلواس وحدها. وانت تجبد بالمرتاح. انا ما جبتش عليها بالمرتاح، ما عمري باش نجبد عليها بالمرتاح. حاجتك مرتك وصغارك ولا؟ حاجتي مرتي وصغاري تبدا راكحه. اهلا وسهلا قالت لا تصبر. لا من غير شروط، من غير شروط. هي اللي جايه اللي المفروض تعطي شروط، مش انت اللي هارب على الدار عندك 4 اشهر. انت اللي هارب على الدار وانت اللي عليه. بربي يسامحني ساعات نجيب صاحباتي معناها يخدموا معايا والكل. يعني قلت له انت تتبع في النساء، قال لي ماكي جبتيهم لي للدار. شنو؟ والله لا حول ولا قوه الا بالله. والله سي علاء. بنتي التقييم ولاك. قلت ولا ما قلتش؟ مانيش نكذب عليك، لا تخلص لي وحدك انني نكذب عليك. باهي مانيش نكذب عليك راه. مانيش نكذب عليك كمان، قلت لك انت ما حاجتكش بيا خويا، خلينا نمشوا بالذي واحسن، ما نضروش ولادنا. قلت لك ماك المره ولا ليه؟ يعني ما عادش نتحمل راهو، ما عادش نتحمل الشرب، ما عادش نتحمل الضرب، ما عادش نتحمل حتى شيء. هكا هاو، كي تما نخليهم لك ونهجنا. بالرسمي على خاطر ما يزي كثر لها. يجي اقف بحذايا كمال. اقف مدام. يا كمال. انا مشيت. شنو هي تو؟ شنو تو؟ نجموا نفضوا الموضوع هذايا، ما عادش تشرب، ما عادش تضرب. ودي ما نشربش. وتشد دارك. لا ما تقوليش اسمعني. انت عندك اكثر من عام ولا عامين، ما عادش تضرب، عندك اكثر من عام ما ضربتش. لا ما ضربتش. ما بيك حتى شيء، انت هي غلطه وانت صحيح. لما قلت لهاش في كلام فيه الصحيح وفيه الغلط. فيه الصحيح وفيه الغلط. ما حتى شيء غلط. تنجم تروح لدارك وتلم صغارك وينتهي الموضوع ولا؟ اذا هي ما عادش تجغجغ ما نروح لداري، اذا مش تبقى تجغجغ ما عادش نروح. انسى خلقهم ربي يجغجغ يا ولدي زيد. واسال الناس الكل هنا يقولوا لك ما يسكتوش. تطلب في شرط ما يتحققش. لا يتحقق، تنقص حسها. حتى الرجال كيف حسها ياسر سي علاء. حسها ياسر. حسها ياسر. حسها ياسر نعملوها فلسفي لازم ما عادش تتكلم.
حسي في المصلحه، حسك ياسر في المصلحه. زعما انت مريقل وانا نقنق عليك كيكه. شنو هي الحل توا يا كمال؟ تشبيك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ظهر فيك ما عينكش تروح للدار. عجبتك السكنه في الدار؟ لا. سيرتو بالليل. حاسس هكا؟ لا مش حاسس انا. لا عندي احساس ياسر اشياء على خاطر تو نفوز. لا تو انت قاعد تتسبل توا مش نتسبل. انا نقول لك انسان كل هكا يقنقر وانت تقول لي يتلزم نساء تو كلها قلقانه نساء. تو فما راجل يخلي داره وصغاره ويمشي 4 أشهر وجاو مع عائلته يمشي بات في مرمى. تو هذا كلام هذا في زيني عاد. انت حاسك تمهمه تو داخل بعضك، ما عندكش، ماكش راكز، ماكش راكز. عندك قطوسه؟ لا ما عنديش شيء. لا قطوسه لا 4 قطوسه. شنو هو تو؟ سؤالي لك يفتح هذا الستار نعم ام لا؟ يفتح الستار. لا شفتوا كمال كيفاش مشالها كي الدالة كي الروبو عرفت. ما عادش تضرب المرأة. الله يبارك. وما عادش تشرب. وما عادش تبات البر. الله يبارك. خير لك راهو. والله يا سي علاء ولادي تعقدوا والله قسما بالله. حتى انت يا اخويا تقنقن. والله يا سي علاء مش عاودتها لي الجمله هذه 10 مرات. والله العظيم نقنقن في المصلحه. ما هو انت زاد انت تو انت المراه انت تعرف كيفاش تجيبوا الاثنيه بصراحه. انت ما عرفتش كيفاش تجيبوا. ما حبش نقول ولا نعاون فيك ولا مش نعاون فيك. راني تو مريضه ما عادش نجم نخدم. ما عادش نجم. يسيسوا شويه انت وزاد هو عاش تجربه زاد عدى 5 سنين حبس مش بالسهل عليه باش يخرج. اي انا معاه هو عداه ما انا معاه انا حتى اني تعبت 5 سنين ونص رجع عليه حبس ترى كمل جايره ما جمهوريه درته لا سرقت لا تعديت الام تاع يلا غير دخلت في مشروع شيكات دخلت بعضها دخلت بعضها سابو ريفي على اكبر رجال الاعمال في تونس. هلا غالب سبحان الله تجربه الحبس راهي مش سهل. بالك باش يخرج لك زهيت له في النوار وباش يخرج لك لابات يخرج لك معقد. ايه هو عنده تو قداه عنده عامين واش تو سي عليه. تي بشويه بشويه. ايه تو عنده عامين واش بشويه بشويه احمد ربي اللي الرجل خرج بعقله. احمد ربي. يا عمي واش معاه وانت كاش وقفتش معاك ما ضحيتش معاك. كمال الضرب نحي الضرب ونحي الشرب. نحي الضرب نحي الضرب هكا هو ونحي العنف على اولادك. ما تضرب نحي العنف على اولادك. ليك الضربه منه اقسم بالله العظيم تمد شوفك يا صاحبي مش ايه واحد هذيك خدمتك خدمه المرمى خدمه ما فيهاش عار وخدمه نتاع الرجال. تخدم المرمى وما تسرقش تخدم المرمى وما تمدش يديك تخدم المرمى وما تجيبش لصغارك الرزق الحرام خاطر والله يطيح فيك. ما يسالش خدمها المرمى وخلي يديك والله يا سي علاء خليها تتحلى في يديك والله نخدم ب 15,000 وب 16,000 وكل سبت نخلص مدهم له 450 دينار في الشهر باهي. ضيعش فرنك من بعد 3 شهور وينك؟ انا نحب نعرف انا 3 شهور وينك؟ تا مدى نعم متنرفز تلقاه تو هنا نرفز علينا احنا. هاني شفتوا عاد توا يسعد بلاد قنقين عاد تو هنا عاد شنو ان شاء الله ما عادش يعاودها وكا يا ودي مازلت تعاودها ان شاء الله ما عادش يعاودها. سي بون ان شاء الله ما عادش تمشي تقنقن عليه في الكهرباء كيفاش تروح؟ لا مانيش باش تروح معاه للدار ولا؟ انت كورت للدار ايه للدار مش للدار لا للدار فهمنا. تحيه كبيره لمسعود الكبير شكرا لك. هاي حبه مرتك بالزبال هاي امشي ملا كمان هذا الليله تمكنا من انه مسعوده ترجع الكمال. كمال على قده زوالي خدام نهار مسكين عاش تجربه في الحبس حب يعمل مشروع حب يتنفس حب يعيش ما مشيتش معاه فدخل بعضه شويه ولا يضرب ولا يشرب ولا كذا وبعد الحبس بعامين ما نجمش يتاقلم
بسهوله. هذاك علاش بعض السجناء يعديوا مده طويله في السجن ولو 5 سنين، مده 5 سنين ماهمش شويه، معناتها صعيب ياسر انه باش يتاقلم مع المحيط العائلي ومع المحيط الاجتماعي. على كل احنا ما كنا الليله من انه يتفتح الستار بيناتهم ويرجعوا لبعضهم. مشاهده طيبه للجميع.